الصوت رجع تاني، أهدى وأخطر. أنت الوحيد اللي سمعني قبل ما أسيب الدنيا. قلت لها بقلق: أنت بتقولي إيه؟ قوليلي مكانك حالا. وفجأة سمعت صوت هوا قوي جدا في التليفون، وصوتها بقى أوضح بس مخيف. أنا وقعت من فوق ومحدش سمعني غيرك. وفي نفس اللحظة سمعت صوت خبطة جامدة جدا فوق السطح، والخط سكت. ألو، ألو. مفيش رد. جريت بسرعة على السطح وأنا قلبي بيدق بجنون. فتحت باب السطح، ملقتش حد ولا أي أثر، لكن كان في حاجة واحدة بس، حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. على الأرض كان في موبايل مكسور شغال وشاشته منورة. قربت ببطء وبصيت على الشاشة. كانت شاشة مكالمة، والمكالمة كانت شغالة مع رقمي أنا. وفي اللحظة دي وصلني إشعار رسالة، رسالة قديمة تاريخها من 3 سنين. فتحتها بإيد بترتعش. كانت مكتوبة من نفس الرقم، ومكتوب فيها: انتحرت من فوق العمارة دي. ومحدش رد على مكالمتي وقتها. وبعد ما خلصت قراية الرسالة، الموبايل اللي على الأرض رن تاني، ونفس الرقم بيتصل بيا.